بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع نتاعي اللي غادي نتكلم فيه ان شاء الله، غادي نتكلم على الشيء اللي قالوا الشيخ زكريا فتاح، اللي هو احد شيوخ، يعني هو كيكون خطيب واستاذ في المجلس العلمي. حيث هذا الشيخ كان استضفت له واحد الصحيفة إلكترونية، طرحت عليه بعض الأسئلة اللي كتتعلق بعاشوراء، يعني العاشر من محرم. وهو كان جاوب وتكلم على العديد من النقاط. يعني أنا غادي نتوقف على بعض من الشيء اللي قالوا هذا الشيخ. وبالتحديد يعني غادي نتكلم على يعني نقطتين. يعني واحد النقطة كانت صحيحة من الشيخ، وبعض من كلامه كان فيه أخطاء، وحنايا من باب يعني الرد على هاد الأخطاء. يعني بغيت باش كنرد عليه على هاد النقطة هادي، ولكن نستعرض النقطة الأولى. يعني بصراحة يعني الموضوع العلمي كيكون مبني على مغالطات ماشي مزيان. المهم لا نستبق الأحداث، غادي نبدأ بالحديث الأول للشيخ زكريا، واللي استعرضه في كلامه في الرد على الصحيفة اللي كانت استضفته. وهو كان يتحدث على الاحتفالات في اليوم العاشر من محرم، وأصبحت هذه الاحتفالات كتتقام في المجتمع المغربي مع الأسف. ففي العاشر من محرم، حيث أن الشيخ زكريا بالحرف الواحد قال، هو في المعرض الكلام نتاعو اللي قالوا في الجريدة الإلكترونية، هو قال لك أن الاحتفالات في عاشوراء كما تمارس اليوم. يعني هو كيتحدث على الاحتفالات اللي كتقام في المغرب، وحتى من المناطق الأخرى غير المغربية كالجزائر، بعض المناطق ربما حتى يعني كانت في ليبيا. المهم هذه الاحتفالات يقول الشيخ كما تمارس اليوم، فهذه الاحتفالات فليس من هذه الاحتفالات ليست من الدين الإسلامي، وبعيدة كل البعد عن السنة النبوية وتعاليم الإسلام. وهو يعني شدد على العودة إلى الأصول الصحيحة، الأصول الإسلامية الصحيحة. يعني كلام الشيخ هنا بخصوص هذه النقطة فهو كلام صائب، كلام نابع من السنة. فالسنة النبوية لا يوجد فيها أثر بأن العاشر من محرم هو يوم عيد. دعنا من بعض الروايات المكذوبة اللي كتحكي بأن العاشر هو يعتبر فيه عيد وكذا وإلى غير ذلك. هذه كلها مأخوذة من روايات لو ندقق فيها لنجدها أنها روايات مكذوبة. فالشيخ زكريا كيقول بأن الاحتفالات في العاشر ليست في الدين الإسلامي. يعني هنايا الناس اللي كيحتفلوا في اليوم العاشر كي يخصهم كيرجعوا لهكذا شيوخ من المجلس تبارك الله العلمي. هو أعرف الشيء اللي كيقول يعني احتفالات ما كاينش احتفال بدون عيد. فهو يعني كما تكلمت في أحد يعني محاضراتي السابقة بأنها يعني نابعة على احتفالات لا أساس لها، لا أثار لها. أنت علاش كتحتفل؟ على أي أساس تحتفل؟ المهم هذا الموضوع تكلمت فيه سابقا، ولكن الشيخ أنا اللي بغيت علاش استعرضت على هذا الموضوع هذا، يعني
أن الشيخ هذا الشيخ زكريا هو يعني هذه النقطة هذه كان صائب فيها، ولكن الشيخ هو أضاف في الجواب نتاعو بأن أعطى مثال على الاحتفالات اللي كتتقام في العاشر من محرم. أعطى مثال على التراشق بالماء، التراشق بالماء اللي كيتقام في مناطق مختلفة من الناس اللي كما يعرفوش، الناس اللي يعني تلقاهم يعني ياخذوا اي شيء يشوفوه يبغوا يطبقوه على ارض الواقع، والناس اللي كيشعلوا النار يرقصوا عليها والى غير ذلك. يعني هو اعطى مثال بهذه الاحتفالات بانها لا علاقة لها ولا تعد عيد ولا اي شيء. علاش زعما هذاك الشيء كيتقام؟ فهذه موروثات لا صلة لها لا بالإسلام ولا بالعقل ولا بأي شيء. أما بالنسبة للنقطة الثانية واللي استعرضها الشيخ في معرض الكلام نتاعو، في الرد نتاعو في الحوار اللي أجراه مع الجريدة أو الموقع الإلكتروني، فالشيخ هو كيقول أن التراشق يعني الترشق بالمياه وإشعال النار هي ممارسة لها جذور ومعتقد فاطمي. يعني معتقد فاطمي لما كانوا الفاطميين هنا في المغرب العربي. هو يعني بغى يقول بأن هذاك هذاك الموروث أخذوه المغاربة من الشيعة الفاطميين. وباش كان الانسان كيستعرض واحد البحث علمي لابد ان يكون يعني الانسان كي يعطي التاريخ كما هو، لا كما ربما يكون فيه تواريخ مغلوطة او الى غير ذلك. فلم يثبت يعني في التاريخ بان الفاطميين كانوا يترشقون بالماء ولا يرقصون على النار ولا يستعملون تلك الممارسات أو البدع، سميها ما نسميها يعني، فهي ممارسات بعيدة عن الدين. فما قاله في هذه النقطة فهو بعيد كل البعد عن يعني حقائق التاريخ. فحقيقة التاريخ أن الفاطميين ما كانوش يعملوا هكذا طقوس أبدا. فهذه الطقوس ربما أنها يعني عندها عدة أسباب تحتاج إلى يعني موضوع يعني فتح موضوع خاص بهذه النقطة هذه اللي خاصة يعني خاصة بالنسبة من أين جاءت هذه الطقوس. ولكن نستطيع باش كنقولوا بالله هذه الطقوس جاءت من بعض الروايات اللي هي روايات دخيلة عن السنة النبوية. يعني هذه الروايات اللي من الروايات المكذوبة اللي كانت روايات مدسوسة ولا زالت. يعني هذه أثرت في الناس وبدأوا الناس كيشوفوا بأن محرم هو عيد فيه تشعل النار. البعض يعمل أشياء بصراحة لا يتقبلها لا العقل ولا الدين ولا أي شيء. يعني موضوع كهذا ينبغي على الشيخ لما كيقول واحد الحاجة كيقولها تكون موجودة في التاريخ، لكن لما نلصق تهمة ربما تكون هذه التهمة في أي ملة كانت، في أي من بالمسيحيين الديانة اليهودية. يعني ليس من الصحيح أنني مثلا ألفق شيء في الديانة المسيحية ويكون غير موجود عندهم. يعني هذا كيكون بعيد عن البحث العلمي. يعني يعني الإنسان كي يقول الشيء اللي هو موجود فعلا في العقيدة المعينة باش تكون موضوعية. الموضوعية هي التي تنتصر.